فعلا هي دي الساين اللي بتقول الشركه رايحه فين وماشيه باي سرعه يعني. على ان ده مش ماشي مع ده، فلازم يبقى البرودكت مميز قوي، سبيشالي انكم بتتكلموا انكم عايزين تبقوا موجودين بره. Hi everyone, أنا أحمد يسري, founder of Blooming Cactus. This is Nordine. Today we're going to introduce Blooming Cactus. It's a premium local brand and our vision for a skin-first innovative beauty for the MENA climate. This is a quick introduction into the table of content. دايما كان لازم وانا مسافر لازم يوم كامل عشان الشوبينج، لازم اروح بوتس، اروح اجيب شامبوهات، كونديشنر، ليف ان، بادي شاورز، وبعدين اطلع على سيفورا اجيب كميه ميك ابس لكل بنت اعرفها في حياتي، وبعدين ادخل في المطار قدام الراجل بتاع الكاستمز يبص لي بصه وهو بيفتح الشنطه اللي هو الناس هنا عندنا they don't shower ولا ايه؟ فكان دايما عندي السؤال هو ليه ما عندناش احنا local products that actually acts as an alternative للحاجات المستورده؟ وده هنا اتولدت بلومينج كاكتس. الاسم جاي من لان انا بالنسبه لي الاسم لازم يكون حاجه معبره جدا عن البراند والبيرسونا بتاعه الكوميونتي ذات وي ونت تو بيلد. الاسم جاي من الصباره. الصباره اتس ا فيري اجلي بلانت، الناس بتبص لها على انها حاجه مش حلوه، فيري رف، فيري اجلي، بس الصباره اكشلي لو خدت الرايت كونديشنز اند ذا رايت سبورت ات بلومز انتو بيوتيفول فلاورز. احنا برضو كبشر نفس الحاجه بالظبط. كل واحد ليه البارامترز المختلفه، في ناس اللي بيحبوا الشغل الكوربريت، في ناس اللي بيحبوا الشغل الكرييتيف، بس ذا بوتtom لاين از ان كل شخص فينا لو خد الرايت سبورت اند ذا رايت كونديشنز وي ويل بلوم انتو اور بيتر سيلفز. وير دو وي ستاند توداي؟ احنا الحمد لله فتره قليله قدرنا نبني ا فول لاين اب اوف هير كير برودكتس، شامبو، كونديشنر، ليف اندز بالسايز الكبير والسايز الصغير. بنينا كمان ان اس بي اف ديتانجلينج سبراي ذات اكتس از ا هيت بروتكتنت، هير سيرم، هير جل، ماسك، and خلال الشهرين اللي فاتت we just introduced our first of makeup lines which is the lip oils, and we just revamped our website to try and give it a more modern look. For our proposed SKUs النهارده او our products, we are proposing 3 SKUs. Our first product is the Fresh Fix Clear Powder, the second one which is the Cloud Daily Glow Skin Tint, and the final one which is the Butter Me Up Butter Exfoliator. And now Nordine is going to take you more into the products. اوكي، مساء الخير. انا كنت عايزه ابتدي معاكم بمشكله كتير قوي بنات وستات هنا او مش هنا بيسافر من المشكله دي، ان احنا عامه لما بنروح ايفنت او بنخرج خروجه بسبب الجو الحر والهيوميديتي دايما وشنا بيبقى اويلي او شايني، ومفيش حاجه بتحل المشكله دي قوي موجوده دلوقتي في الماركت. والسيرفيز اكدت لنا انه دايما البنات او الستات بتبقى looking for انه حاجه تحل المشكله دي. فاحنا we came up with الباودر انه يبقى very translucent, very light on the skin, انه بيابزورب الاويلز بسرعه ويحل المشكله دي. وفكرنا في 2 packaging ideas. واحد انه اللي زي اللي شايفينه تحت انه يبقى 2 in 1، انه brush مع الباودر، والتاني انه يبقى a mini size compactable powder، انه يبقى سهل قوي انه اي بنت تحطه في شنطتها تطلعه تفكس البروبلم بسرعه وترجعه تاني في شنطتها في الايفنت. مشكله تانية كنت عايزه برضو اشاركها معاكم هو فكره انه كلنا بنسافر من dry chapped lips، وانه برودكتس كتير قوي موجوده دلوقتي، في ليب اويلز كتير قوي وجلوسز كتير قوي، بس كلهم بيعالجوا فكره انه من جوه شفاف، انه يهايدريتد ويدولهم شويه نيوترينتس، بس مش بيعالجوا فكره انه ساعات بيبقى عندنا like extra skin اللي احنا we need to exfoliate. ف this is where the lip butter exfoliator comes. البرودكت ده هيبقى الانجريدينتس فيه very nourishing, very hydrating، وبي repair الليبس، while انه الباكجينج فيه السيليكون، الحته السيليكون انه when you gently massage it on your lips it removes the dead skin. طيب YECC it's a very يعني مش محتاج اجاوب على السؤال ده، خبره 40 سنه، it's a one stop shop في كل حاجه، بس انا في نقطه معينه I need to focus upon which is the new KSA plant. احنا من day one we have been building Blooming Cactus to be a regional powerhouse. احنا مش we're not just looking مصر، احنا مقتنعين ان احنا فعلا يقدر يطلع من الريجن بتاعتنا براندز تنافس مع الحاجات العالميه using
اور انسايتس، شعرنا، وشنا، جونا، الهيوميديتي بتاعتنا. وي بليف ان المصنع ده would allow us ان احنا يبقى عندنا ميد ان KSA ستامب، نقدر نستخدم الديستريبيوشن شانلز اكروس السعوديه، بحرين، الكويت، قطر، الامارات. and we think that that's a huge opportunity. Talking quickly about the scalability and the numbers. مصر هي الارقام مش ظاهره، بس هو يعني شايفين. كان 50 مليار دلوقتي، اتس جروينج تقريبا ب 5% every year او 6%. بس السيجمنت اللي هو كولر كوزماتيك اتس اكشلي جروينج ات ا فاستر ريت اللي هو 12%، وده اللي احنا نازلين فيه دلوقتي. انا بس محتاج اصلح معاك شويه ارقام أكيد. كده ممكن تبقى، يعني احنا حجم السوق في مصر، حجم سوق الكوزماتكس كله بقى بالبيرسونال كير بالكولر كوزماتكس بكل حاجه هو 2.5 بليون دولار. ده حجم السوق أوكي. في مصر. في الجلف يعني هناخد السعوديه كمثال، يعني هم تقريبا، ودي الارقام برضو هي ممكن ما تبقاش ارقام يعني فيري اكيوريت، ولكن يعني هي برضو بتدينا دايركشن كده. هم تقريبا واصلين دلوقتي لحوالي 10 بليون دولار. اوكي، ثانك يو سو شكرا ماتش. جزيلا. شكرا. Thanks. Very impressive. احنا هنبدا من عند ليديا بقى، وحس ان انت قلت سورس بيوتي فيعني Well, thank you so much, and it's great I get to finally meet you guys. I remember when you launched Source Beauty a few years ago, so great, and you're great ambassadors for your brand. Thank I you love so your much. style, both of you, so fantastic. I'm glad you explained the meaning behind the name. لأن بصراحة كنت مش فاهمة الأول ليه blue blooming cactus, so I'm really glad that you've mentioned that. And I have a few questions. Of course. Where do you currently manufacture your products? كان ساعة عادي في FSM. Okay. I'm a little bit sort of confused, Shreya, because you mentioned hair, and now you're looking into makeup because you started with the lip oils and so on. What is your hero product دلوقتي currently? هو currently actually احنا لان زي ما قلت لحضرتك احنا الليب اويلز هم بقالهم بس في الماركت شهر ونص. Okay. that's not enough to judge مع ان هم they're performing amazingly الحمد لله. بس in terms of الهير احنا عندنا مثلا الليف ان it's flying off the shelves. السيرم لان it's a very very nice alternative للأولابلكس نمبر 4، بس كمان متعدل عشان خاطر يميت اكتر الفريزنس بتاعتنا. and ال SPF detangling spray لان احنا لما ابتديناه في الاول كنا عاملينه على انه it's a very light leave in، الكونسستنسي بتاعته خفيفه فكان you use it every day to refresh your hair. At the same time it works، بتحميكي من العوامل الخارجيه، ولو بتستخدمي any kind of heat it acts as a heat protectant. Okay. فدول الثلاثه تقدري تقولي ان هم on the top of our sales chart. But yeah, no, I love your enthusiasm. I love your brand. Thank you so much. You've done, you obviously have been in the market for a while, so you know what you're talking about. But no, otherwise, well done. Really you so enjoyed your much. presentation. Thank you so much. ثانك يو. البرزنتيشن تجنن. عاجبني الباكجينج طبعا، مش هعيد الكلام، يعني الباكجينج حلو وكاتشي، سيمبل بس يد في حركه. مبسوطه ان انتوا بانين كل الحاجات اللي انتوا بتعملوها على سيرفيز وعلى ماركت ريسيرش وديتا. هو ترو فعلا. انا يعني التيرنينج بوينت المبدئيه، وكنت لسه يعني بكويشن ماي سيلف ان انا في الصيف كنت ببتدي وانا على البحر بلاقي الناس بتستخدم اللي هو الاس بي اف سبراي او الليف ان كتير جدا، وكنت حتى بدخل على الناس راندم ما اعرفهاش، رايك ايه في البرودكت ده؟ وابتدي اخد وانا خايف، يعني انا متوقع بقى اللي هو انت بقى يعني البرودكت وحش قوي وبتاع. Can I just add something to what you just mentioned? Because you mentioned something very important, that you're working on rebuilding your website and focusing on that. I mean, it's great, and I don't mean to sound biased, but focusing on a marketplace and other e-commerce websites is also very important for you, because very rarely does حد هيشتري a product هيشتري the entire brand. دونت نيجلكت ان الماركت بليس هو مهم، ومش على فكره مش في سورس بيوتي بس، في كل الماركت بليس. هي ليديا تقصد بشكل عام ان انت برضو تحط انفستمنت في الحته دي، او يعني او فوكس في الحته دي، لانك انت في الاخر خالص اتس يور براند، انت هتبقى موجود هنا وهتبقى موجود هنا. يعني الدكتوره يمنى عندها 17 سؤال بقى عايزه 12 والله مقللاني. انا بس عايزه اسال في ارقام بس. يعني انا مش عايزه حاجه غير ارقام. اكيد. انتوا بعتوا اول سنه باراوند 3 مليون وثاني سنه 3 مليون. ايه التشالنجز اللي بتواجهك في السكيلينج؟ يعني ليه مش ما بيحصلش جروث سنه عن سنه؟ لا احنا اول سنه كنا اراوند 2 مليون، وتاني سنه we're entering 3 مليون فيس. بس زي ما قلت لحضرتك احنا المبيعات بتاعه ال 2 مليون جت تقريبا في اخر كوارتر من اول سنه.
يعني أوكي. لما انا اي حلو. لونشت وسبت محتاج الحاجات ايه بقى عشان السنه الجايه تبيع ب 10 مليون جنيه؟ لا انا اي ثينك ان اتس ا ماركتنج بوش اوكي تمام اند فيندر بوش. هايل يا احمد. بص انا خلصت، انا بس عايزه اديك نصيحه. اكيد انتوا تقدروا تكسروا الدنيا، بس انتوا بطأ في حركاتكم جدا عشان انتوا عايزين تعملوا كل حاجه بيرفكت، يet البيزنس ما فيهوش كده. Thank you so much for everything و for the products والباكجينج والبرزنتيشن و everything. Thank you. ثانك يو سو ماتش. يعني هي طبعا هي ختمت بالحاجه اللي انا كنت هبدا بيها واللي قبلها برضو كنت هقولها، فيعني انت بتغشي من الورقه، انا شايفه عماله تبصي انت في ورقه. شايفه النضاره قد ايه يا دكتور؟ يعني مش جايبة نضاره خالص. مكبره فانا فاهم. هي بتبص في ورقتي الحاجات تلاقي النوتس اللي باخدها وهي بتقولها يعني، فتمام. طيب احنا انت شايف نفسك ان انت شخص بيرفكشنست؟ لا هو مش بيرفكشن. لا بص، اللي يربط الجرافات الربط دي اكيد شخص بيرفكشنست. والله ده اللي انا بقوله. لا انا كنت شايف الربطه دي ما تجيش معايا. لا فعلا والله بجد عاملها يعني انت اللي رابطها ولا حد؟ لا انا اللي رابطها. انا اللي رابطها. طب انت برج ايه بقى فعلا؟ مزروق ده شكله. برج ايه؟ الحوت. الحوت. طب لا حلو ده الحوت نجوميه. طيب انا قصدي بقى ان اللي الدكتوره يمنى قالته انا هكمل عليه لان هي فعلا دي حته كده. هو ساعات الشخص البرفكشنست ده في مدرستين، مدرسه فرنساوي في مدرسه امريكيه. فرنساويين قال لك انا هقعد اعدل في كل حاجه وامشي في كل ستيج واقعد اعدلها واظبطها نو ماتر التايم. مع الزمن اللي احنا فيه والترندز بقت بتيجي بسرعه جدا جدا، بقت المدرسه الامريكاني هي مور ابليكابل، اللي هو قال لك ايه انا هصلح وانا ماشي، لان انا ما يهمنيش انت بتبيع بكام، لكن يهمني اشوف الجراف بتاعك اكروس ذا ييرز شكله عامل ازاي، لان هو ده اللي فعلا هي دي الساين اللي بتقول الشركه رايحه فين وماشيه باي سرعه، يعني شكلها عامل ازاي. الحقيقه انتوا عاملين حاجه انا اصلا ما عنديش اسئله يعني من كتر ده انا بقول لك انا بسالهم كل مره 17 سؤال، انا ما عنديش اسئله حقيقه يعني الا ربطه الجرافات الحقيقه وانا منبهر يعني بصراحه ان شاء الله. باك ستيج بقى يعني باك ستيج يعني اول النبي يعني انا كنت عايز اعرف انت الباك جراوند بتاعتك ايه؟ انا بزنس فاينانس وايكونومكس من اي سي وعندي ماسترز برضه من اي سي. ما شاء الله ما شاء الله. وانت طبعا اي سي فالموضوع يعني كيمستري. اي سي في اي سي انتوا شاطرين باين عليكم الحقيقه شاطرين. كل الثيم بتاعكم تحفه. عندي بس كونسيرن واحد على ان ده مش ماشي مع ده، يعني دي نحطها في انتو ده اللي كونسيدريشن. احنا كنا بنتكلم فيه موضوع الازمه بتاعت الباكجنج اللي في مصر. للاسف يعني احنا انت الباكجنج بتشاور عليا انا ليه؟ لا حضرتك هتساعدني. دي مش ماشيه حضرتك مع هتساعدني في الموضوع، انا مش هقول لحضرتك هتحل لي المشكله يعني. لا انا بقولها لك، انا عارفه دي حاجه انتوا هتحلوها ليتر اون، بس انا بقولها لك عشان كنت بتكلم في حته الباكجنج انه البوتل نفسها بتاعت الشامبو بتاعت الكونديشنر وكده، الالوان مع الاورانج والجري والكتابه بالاسود ماشيه بقى مع الثيم عشان ده. كده احنا اتشقلبنا ده في مش البوكس. ماشي مع ده. حاولنا على البوكس على قد ما نقدر نخليه ايه اللي لا، هو البوكس حلو قوي. يفت. طيب ميرسي يا جماعه، Thank you so جود much. لك ان شاء الله، وانا انبسطت Thank جدا بالبرزنتيشن وأنا ومبسوطه وحاسه انه ان شاء الله اكيد دول هيبقوا حلوين، لان انا عندي اكسبيرينس معاكم وجربت الحاجه، إن شاء الله. فان شاء الله بيست اوف كل لك حاجه حلوه بصراحه ان شاء الله. ثانك يو. اشوفكم مع انتوا زينب. ما شاء الله عليكم، يعني مش هزود على الكلام، بس انتوا فعلا شاطرين وبريزنتبل جدا جدا، وواضح ان انتوا اوريدي سكسسفul براند في الماركت، وانتوا جايين اي سي سي علشان تاخدوا بقى خطوه كبيره، يعني انا فهمت كده. فاسمحوا لي اقدم اقتراحات. اكيد طبعا اتفضل. يعني لو تسمحوا لي، لان انا حد انتوا كوزماتكس جدا وما بفوتش حاجه وبشتري كل حاجه وبجرب كل حاجه، وعايزه اقول لك ان يعني لو من 10 سنين مثلا قلت لي عايز نوع باودر حلو هقول لك 2 3، بس دلوقتي هقول لك 10. فلازم يبقى البرودكت مميز قوي، سبيشالي انكم بتتكلموا انكم عايزين تبقوا موجودين بره وتشتغلوا انترناشونال، ويعني ويو كان دو ذس، يعني باللي انا شفته باجاباتكم وبتحضيركم اوف كورس يو كان دو ذس. اول حاجه عايزه اقول لك على الباكج بتاعه الباودر اللي انت قلت ان هي برايورتي. انا عندي ان الباكج دي من 2 different brands. اوكي. هي مش ناجحه جدا لان الباودر بتتحشر جوه، مش هايجينيك خالص لان الفرشه ما بتتغسلش، بتويست كميه برودكت مش عاديه. فانا ما انصحكش خالص بالباكج ده. يبقى ذات وان. اوف كورس شفت حضرتك 100%. الاقتراح الثاني للليب اكسفوليت. البراش سيليكون دي طول ما هي اتاتشد للتيوب، لان انا برضو عندي حاجه كده فيها بيلد ابس كتير وما بعرفش اغسلها لان هي اوريدي اتاتشد، فلو غسلتها الميه هتخش جوه البرودكت. فالافضل انها تبقى تيوب والفرشه السيليكون دي تبقى بره عشان تتغسل لوحدها، هتبقى هايجينيك اكتر وهيبقى استخدامها كمان اسهل. ثانك يو. طيب احنا الحقيقه بنشكركم بجد Thank you so جدا much. ويعني فيري امبرسيف والله يعني Thank هايل you. جدا. pleasure. Thank you so much for giving us your time. Thank you. See.
لما عايزه تروحي الخطوه الثانيه السكيلينج او عايزه تكبري عايزه تعملي ايه يعني؟ So في شوية details that you need to look into. انت بس خلي بالك بعد كده هتعملي ايه ستوري تيلينج، يعني وانس انك بداتي تصنعي في مصنع هتصوري ايه؟ مساء الخير. تمام. انا حبيبه بهاء، فارماسيست واونر فلير كوزماتكس. ليا الشرف ان انا معاكم النهارده وان انا انفايتد باي ACC وان انا قدام حضراتكم النهارده. فلير كوزماتكس بدات من 9 شهور، بس الفكره كانت عندي من اول ما اتخرجت من كليه صيدله. ما اخدتش وقت كبير قوي ان انا اشتغل في صيدليات او شركات، ما ضيعتش وقت بصراحه، واخدت على طول الدبلومه بتاعه الكوزماتكس فورميوليشنز. وكان عندي بريفيوس براند قبل فلير كنت فيه انا واصحابي مع بعض. ما كناش بصراحه فولي ديديكيتد وما كناش متفرغين، فما كملناش. فوقتها عرفت ان مفيش اي براند ممكن يكمل لو الاونر نفسه مش انفولفد في البراند ومش متفرغ ليه. فقررت ان انا هبدا بدايه مختلفه، وكانت بدايه فلير. عملت اكتر من اكونت على السوشيال ميديا، عملت على كل البلاتفورمز، وبدات ان انا انزل ستوريز وانزل ريلز كتير. بعد 4 شهور بدات الونش اول بودي كير لاين برودكتس عندنا. ممكن اوري لحضراتكم البرودكتس. احنا الفيجن بتاعتنا كان مينلي ان كل بنت لازم تكون عارفه هاو تو بي كلين جيرل. انا كنت بحس على طول ان في مشكله من وانا في الجامعه مثلا، ان في بنات بتبقى فاكره ان هي لما هتستخدم اي برودكت ريحته حلوه فهي كده ريحتها هتكون حلوه. ما يعرفوش ان اساسا لازم يكون في بيرسونال هايجين نهتم بيها كويس جدا، علشان لما نستخدم اي برودكت الافكاسي بتاعته تكون احسن ويشوفوا منه نتائج احلى. وده بالظبط اللي احنا بنحاول نوصله لكل البنات. فلير يونيك ليه؟ لان احنا اكيد بنعتمد على ان احنا بنحاول نجيب احسن اكتيف انجريدينتس وماتيريالز تكون بريميوم. ليتلي كمان احنا بقى عندنا كاستمر كير سيرفيس، في حد من التيم مسؤول على اي اوردر بيخرج من عندنا ان هم يكلموا الكلاينتس يعرفوا لو في الاوردر اي مشكله علشان نحلها لهم، وما يكونش في عندنا اي مشاكل. يعني ده جزء من ارقامنا. البوتنشال بتاعنا على الانستجرام والتيك توك في ريل كان اكتر من 1,300,000 فيو، وده كان تقريبا 1,000,000. ده على انستجرام؟ ده على انستجرام، وده على تيك توك. ولا في برضو ده على الفيسبوك 1,000,000 فيو. انت بتشافها اكتر على ايه؟ اكتر حاجه انستجرام. طيب احنا هنبدا بقى من اطيب واحده فينا بقى زينة هانم. ازيك يا حبيبي؟ عامله ايه؟ ميرسي والله، كان شرحك سهل وبسيط وتو ذا بوينت. عايزه اسالك على كام حاجه. انت من وجهه نظرك مين منافسينك في الماركت؟ هو انا الموضوع ده بالنسبه لي يعني مختلف شويه، لان انا لما عملت البراند اعتقد باين شويه في الكواليتي بتاعت البرودكتس والباكجينج. انا ما كنتش بنافس اللوكال براندز اللي لسه بيبداوا. انا كنت باصه على البراندز الاكبر، لان انا كنت يعني ان شاء الله هوبفلي ان انا اوصل لهم في يوم من الايام. ايه اول حاجه تطلبيها من ACC؟ يعملوا لك ايه؟ والله بصي، انا انفايتد اول امبارح، وبالنسبه لي الموضوع اصلا كان مفاجاه شويه. دكتور محمد صلاح، انا بتفرج على البودكاست بتاع حضرتك من 2 مع بودكاسترز، ويعني البودكاست ده انا كنت بنام والله فعلا وانا الايربودز في ودني وبسمعه، علشان انسبايرد بحضرتك جدا. انا اتمنى طبعا ان دكتور محمد يساعدني في السبلايرز، ان انا اعرف اوصل لماتيريالز مش بلاقيها اوقات في مصر. بسمع يعني بشوفها بره، بس مش بعرف اوصل لها هنا في مصر. ماتيريال مش برودكت، ماتيريالز اكتيف انجريدينتس يعني مش بتبقى موجوده في مصر. اوكي جود لك. ازيك يا حبيبي؟ عامله ايه؟ كويسه؟ الحمد لله. قولي لي حبيبه، عايزه بس ارجع لنقطه. انت كنت قلتي الاول كنت عامله بيزنس قبل كده مع بارتنرز وبعدتوا عن بعض. كان نفس اللاين ونفس الشغل ولا كان ديفرنت برودكتس؟ لا اصلا ما كانش فيه بودي كير برودكتس خالص. احنا كنا عاملين سكين كير برودكتس وهير كير برودكتس، والفورمولاز توتالي ديفرنت. اوكي طيب، يعني البرودكتس بتاعتك في منها كتير، يعني في ناس كتير بتعمل بادي باتر وبادي لوشن والحاجات دي. ايه اللي بيخلي البرودكت بتاعك يستاند اوت؟ يعني انت حاسه ايه الفرق ما بينك او ما بين الكومبيتيتورز؟ هو انا حاسه اكتر حاجه بتخلي فعلا الناس تطلب مننا ان هم شايفين كل حاجه بتتعمل قدامهم. انت بتصنعي في البيت؟ انا بصنع، لا احنا واخدين اوفيس وفي اوضه عاملاها لاب في كل حاجه احنا بنحتاجها. انت اللي بتصنعي عشان انت قلتي معاكي 4 في التيم، بس ما ذكرتيش حد بيساعدك معاكي. ما حدش منهم بيصنع، انا بس اللي انت بس اللي بتصنعي. اوكي
طيب ميرسي جدا يا حبيبه وجود لك، ميرسي ليكي، وان thank شاء you. الله تمام. خطيره في شكراً كل جداً. حاجه يعني. عايز اعرف ايه البيست سيلر برودكت عندك؟ البادي باتر لا اكروس كل الحاجات، اكروس كل حاجه البادي باتر. لا اكتر من اي حاجه، بس أكتر البادي من أي باتر ده حاجة. سيزونال، يعني هو برضو هيشتغل في الشتاء شويه وفي الصيف هيهدى شويه، انا كده فاهم مظبوط؟ احنا لحد دلوقتي البادي باتر. لا طب بس إيه؟ الصيف هيشتغل على وفلفل فكره، لانه يعني في فلفل الشمس والتان وكده البشره بتبقى محتاجه تبقى مويست وبتاع، فالبادي باتر لا هي بتهيألي يشتغل في الاثنين عادي. هي البادي باتر طول الصيف برضو كانت شغاله معانا كويس جدا. هي الابزوربشن بتاعها على فكره سريع جدا، ما شاء الله. يعني المختلف ان هي فعلا مش بتسيب يعني دقيقه بالظبط، مش بتسيب اي ملمس خالص، وبتحس ان الجلد مويستد. فعشان كده كانت ايه كويسة. اقدر اعرف انت تقريبا بتبيعي كام اوردر في الشهر؟ دلوقتي ممكن حوالي 450 او 500. اوكي. والشيفتنج ده حصل لما انت قلتي مثلا في كيو الويب سايت 3 يعني كيو 4 المفروض، بس كيو 3 يعني بالنسبه لك انك بداتي تعتبري من كيو 2 يعني. الشيفتنج ده حصل كان 400، كان كام الاول؟ اول شهر خالص بدانا فيه كان 140 اوردر. تاني كوارتر 140 اوردر برضو يعني كيو 1 وكيو 2 بالنسبه لك كانوا زي بعض؟ كيو 2 كان فرق بسيط قوي، حاجه بسيطه. اه. وايه اللي عمل الشيفتنج ده فجاه بقى؟ هو الويب سايت فرق بصراحه معايا جدا، وان انا يعني كان اي اوردر كان بيبقى 1 ايتم اور 2 ايتمز، فحتى لو في عدد اوردرز الاوردر فاليو مش عالي. صح. وانس ان احنا عملنا الباندلز، احنا كمان اوقات بنعمل اوفرز بنميكس بودي كير برودكتس مع هير كير برودكتس، فاحنا اللي بنشغل احنا عايزين اصلا نبيع ايه. بصي فكره الباندلنج وان انت تعلي الباسكت سايز بتاعت الاوردر او كده، يعني ليديا اكيد طبعا كنت تسالي السؤال ده، بس يعني ايه انا قلت يعني احنا بقى ما دام بنخبط في بعض بقى من الصبح. يعني دي فعلا فكره حلوه جدا، يعني انك بتشتغلي بمجهود اقل شويه ولكن بتبقى الريفينيو اعلى كتير يعني. طب الفاينانشالز بقى، انت الجي بي بتاعك بتتكلمي في قد ايه؟ احنا تكلفه المنتجات عندنا تقريبا يعني سعر البيع ضعف تقريبا التكلفه. ماشي، يعني الجروس. الكوجز عندك تمثل 50% تقريبا او 50% دي شامله كل حاجه ولا شامله البرودكت بس يعني؟ لا شامله البرودكت كامل، الماتيريالز، الباكجينج، الستيكر. اوكي. والمصاريف الثانيه؟ مصاريف بقى المرتبات. اوكي. تمام. بيبقى فيه بيرن، بيبقى فيه باكجينج طبعا. الباكجينج تكلفته بتكون غاليه بصراحه جدا، هي اكتر حاجه بتاخد اصلا مصاريف. طب انت ايه اكتر حاجه شايفه ان EC ممكن تساعدك فيها دايركتلي كده؟ الار ان دي اكيد، والماتيريالز زي ما قلت زينه. السبلايرز وانس ان هم قرروا ان في ماتيريال احنا مش هننزلها، احنا بشغلنا اكيد بيقف. صح. فمش بيبقى عندي اكسس ان انا اعرف اجيب اي حاجه بسهوله. الباكجينج مثلا؟ بص يعني في الاول موضوع الباكجينج ده كنت بحاول طبعا ان انا بدخل على علي بابا او ادخل على بنترست او الحاجات دي، ببقى عايزه باكجينج مختلف جدا مش بلاقيه. يعني بلف كتير مش بلاقي الحاجات اليونيك اللي هي الجيرلي، مثلا بوتل لونها بينك. في بوتل عند حضرتك لونها بينك، ده الليف ان، ده السايز الجديد اللي كل الناس اصلا بالمناسبه هم اللي طالبينه، لان التاني الصغير مش بيكفيهم. 260 مللي 260 مللي. القديمه كانت 120. فالباكجينج ده مش بلاقيه بسهوله، دي يمكن اكتر واحده فيفورت بالنسبه لي. فكنت بحاول ان انا اغطي بقى على قد ما اقدر شكل الباكج بالاستيكر. يعني كنا بنشتغل على الديزاينز اكتر. طب انت خطوات السكيلينج اب، يعني انت النهارده في حته الحمد لله كويسه والدنيا ماشيه تمام وكل حاجه، لما عايزه تروحي الخطوه الثانيه السكيلينج، عايزه تكبريه، عايزه تعملي ايه؟ بغش يعني يمين وشمال يا دكتور. انا بغش برضه، اصل انا برضه يمين وشمال طلعتوني انا بقى، بقيت انا بقى الراجل اللي بغش يمين وشمال. احنا دلوقتي حاطين تارجت لعدد يونتس معينه لازم نوصل لها ان شاء الله، علشان اقدر ان انا اخد خط انتاج، عشان ابقى متاكده ان الكميه اللي بتطلع دي احنا عارفين نبيعها. فاحنا دلوقتي في اوفيس جديد زي ما قلت لحضرتك، جايبين ماشينز بتعمل كميات اكبر من اللي كنا بنعرف نعملها الاول. بدانا ان في ناس من محافظات كتير قوي عايزين يكونوا وكلاء لينا، ان هم اللي يوزعوا في محافظاتهم. وبيطلب مننا كتير جدا اوردرز بره، في ليبيا وفي سويسرا وفي دبي يعني بلاد كتيره قوي بتطلب مننا ان هم يبداوا يشاركونا او ان هم ياخدوا مننا فرانشايز او كده. بس طبعا طب انت عارفه هم بيطلبوا منك ده ليه؟ ايه السبب؟ انا شايفه ان هم شايفين ان احنا شغالين كويس الحمد لله وعاجبهم. لا لان انت يعني يور ابلاينج حاجه اسمها البول استراتيجي، يعني انت خلقتي طلب فبدات الناس تطلب. في ناس بتعمل ايه؟ يقعد يبيع المنتج ويحط عليه خصومات ويزود بونص،
ويعمل كذا بس ما فيش عليه طلب. فانت الميزه عندك ودي حته حافظي عليها جدا جدا ان انت قادره تخلقي الطلب. فانت البول استراتيجي دي يعني يو ار جريت يعني. يعني بشكرك. انا عندي حاجات كتير، هم 17 حاجه والله، بس يعني ايه بقى انت بصراحه يعني انا مقدر ان الوقت كمان ضيق، فيعني هيبقى عليكي ليا 12 سؤال بقى بس بعدين يعني ان شاء الله باذن الله. ممكن ازود حاجه بس عشان 18. تراجعت. السؤال رقم 18. انا اللي قافلني من البتاع العلبه باي ذا واي، لاني لما رجعت بصيت للبتاع هي فيمينين، بس العلبه هي اللي حسيت ان هي اللون يعني لكن الازازه مش وحشه. صح. حسيت بس محتاجه اصلح لك المعلومه عشان ما بقاش ظالمه يعني. دكتوره يمنى اطيب بقى واحده. لا انا خلاص، انا كله قال كل حاجه. انا برضو عايزه ابدي اعجابي ب2 بوينتس. حته الباندلينج اللي انت عملتيها، والحته الثانيه بتاعت الستوري تيلينج. اي ثينك ان هي القصه بتاعت انك بتصوري الحاجات وبيهايند ذا سينز وكده هي اللي خلت الناس تانجيج معاها، واول ما عملت الويب سايت الدنيا ظبطت. بس يعني مش سؤال، انت بس خلي بالك بعد كده هتعملي ايه ستوري تيلينج. يعني وانس انك بداتي تصنعي في مصنع هتصوري ايه؟ هتصوري المصنع، هتاخدي، فاهمه قصدي ايه؟ بس هي ده اللي عامل لك البول استراتيجي اللي لسه كان دكتور محمد بيقول عليها، لان انت عملتي كوميونتي وبعدها رحتي عامله البرودكت which is حاجه ما حدش بيعملها. ف this is a very good marketing point و thank you so much. ثانك يو ليا. انا عايزه ارد عليكي بس في حاجه، انه احنا التصوير حتى اللي بنصوره مش البرودكشن بس، احنا حتى باكينج الاوردرز بيتصور. الناس بتبقى كل حاجه، الناس بتشوف حتى الاوردرز بتاعتها وهي بتتحط. الشرينك بيبر اللي بيتغلف بيها البرودكت من بره، الناس بتبقى شايفه هو بيتعمل ازاي. حاجات انا عمري ما شفت حد بيعملها، هم برضو بالنسبه لهم دي حاجه جديده. فالناس بتبقى بتتفرج على الريلز او على البوست، هم بيقولوا لنا احنا وصل لنا الفايبس والريحه من واحنا بنتفرج، والريحه تجنن. ريحه البوكس انا عماله اشم. تسمحي لي بما انك بتسمعي كلام الجمهور اقترح عليكي حاجتين. يا ريت حاجتين انا نفسي اي حد يعملهم، لان بتعب قوي عشان الاقيهم. اللوشن الان شاور اللي بيتحط على السكين وهي مبلوله للناس اللي ما عندهاش خلق تقعد تحط حاجات. دي براندز قليله قوي قوي اللي بتعملها، فان شاء الله ربنا يكرمك. فكري في الفكره دي. هتبقى جديده ومحدش هيبقى عملها غيرك. والحاجه الثانيه هيت بروتكت، مفيش اي ثينك براند مصري معروف عمل هيت بروتكت. تمام. ففكري في الاقتراحين دول بما انك بتسمعي راي الجمهور، فاعتبريني جمهور. انا بيج فان والله، اصلا انت مش فاهمه. لا واحنا والله فانز ليك يعني. شفت البيج بتاعتك والله هايله بجد. ميرسي يا دكتور، شكرا جدا. Okay, nice to meet you. Because I loved your presentation. It was incredible. I love Missy. Thank you for the beautiful gift. السنت تحفة. You won me over with the rose mask. Thank you. It's really, really great. هي عايزة شوية tweaking. أنا خدت بالي إن your brand is called Fleur Cosmetics, but you're not selling any cosmetics. You're selling more skincare and hair care. So في شوية details that you need to look into. Okay. I can already see ان انتي حاطة ايديكي في كل حاجة, which is fantastic, and I love ان انتي ابتديتي with the customers' feedback and you developed your products. This is a great angle عشان ناس كتير قوي ما عندهاش الصبر تقعد تعمل كده. بس like حاجة زي دي will either put you in a corner or does not connect to your brand. So في disconnection شوية. Okay. Again, the packaging, the quality is really nice, but I would think شوية about the name. النيم الاسم common قوي, ما هياش حاجة مميزة ولا حاجة to do with the local market أو the Egyptian market. So يعني انتي when you're still small, انتي يعني ما كملتيش سنة لسه دي في ايديكي ان انت ممكن تغيريها بسرعه قوي. Okay. And again you can take the feedback from your customers when you speak to them. رايكم بفكر اغير الاسم. That's if you plan to do so طبعا. Okay. But otherwise لا, well done وبرافو, and I really enjoyed your presentation. واحنا والله. Thank you. يعني بجد بنشكرك جدا وسوري على ان هي was a very short notice يعني, بس احنا حقيقه كنا very يعني excited ان انت تبقي معانا وتبقي معانا في الويك دي ان شاء الله باذن الله. ثانك يو. بالتوفيق والله والتوفيق يا جماعه. شكرا.